السلام عليكم وأهلا بكم من جديد في مطبخ شريفة كوزين. بمناسبة الشهر الفضيل وكذلك تلبية لطلب بعض الأخوات غنقدم لكم عجينة الشنك بلا زبدة، كتجي أكثر من رائعة، يعني مكتفرقش بينها وبين العجينة العادية اللي كنعملوها بالزبدة. كتجي مورقة، عجينة لذيذة سهلة. كنتمنى تنال الرضا ديالكم وما تبخلوش عليا بالاعجابات، وكذلك نشروا الوصفه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعود فائده اكثر. واما اذا كانت هذه زيارتكم الاولى للقناه وبغيتوا توصلوا كل جديد ديالي، ما عليكم غير تسجلوا فيها بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل القناه بالضغط على الجرس. نمشيو دابا نشوفوا الوصفه فرة ممتعه. نبداو على بركه الله. غنحتاجوا 400 غرام طحين ابيض، ملاح كتبقى حسب الرغبه. انا تقريبا عملت معلقه صغيره مع مراشي، معلقه صغيره الخميره الحلوى او الخميره الكيماويه. وباش نسمو العجينه غنضيف فلفل اسود او الابيض، انا استعملت الفلفل الابيض. غنزيد رشيشه من بذور الخشخاش او البافو. يمكننا نسموها بالزعتر او الزعتر المجفف، بصل مجفف او الثوم مجفف، او يمكن نخليوها بدون اضافات. غنضيف واحد البيضه، يعني حبه بيض، وغنخلط المكونات بالاصابع ديالي. بالنسبه لقياس الطحين الابيض بالكاس العنبه هما 4 الكيسان، حيت الكاس العنبه كيرفد بين 80 حتى 100 غرام بالنسبه للطحين الابيض. غنزيد كاس من خليط زيت الزيتون وزيت نباتيه. يمكننا نعملو غير زيت زيتون او زيت نباتي، يعني نعملو غير كاس زيت زيتون او كاس زيت نباتيه، او نعملو مخلطين كما عملت انا. من بعد غنجيب داك الخليط وغنقلبسو بيدي بحال كما كنعملو السكسوم اللي كنعملو فيه الزيت، باش تدخل فيه هاد الزيت مزيان. دابا غنبقى نضيف الماء، نضيفو الماء بشويه بشويه، وحنا كنجمعو بالاصابع فقط، يعني العجينه ما خصناش ندلكوها، وهذا من اسرار نجاح العجينه. بعد ما نجمعو العجينه غنشكلها على شكل كره، وغنغلفها ببلاستيك غذائي، وندخلها للثلاجه للاقل ساعه، لان العجينه الكيش كل ما ارتاحت كتجي احسن. هنا العجينه ديالنا بعد ما خليتها تحت ساعه، غنعطيكم واحد الطريقه كيفاش غنعملها نلبسها في القوالب فرديه. كما شفتوا عملت واحد الكويره وغنسرحها في القالب. يمكن ندهنوه بالزبده ونرشوه بالطحين. انا عندي هاد القوالب ما كيلصقوش، هذاك الشيء ما دهنتهم لا بالزيت ولا رشيتهم بالطحين. نتوما الا خفتوا العجينه تلصق لكم في القالب، من الاحسن تدهنوهم وترشوهم بالطحين. العجينه خصنا نلبسوها مزيان في القالب، لا من الجوانب ولا في القعر ديالو. نعاودكم الطريقه كما شفتوا. كنقطع العجينه الكويرات في القوالب، من بعد غنطلقها ونلبسها في القالب من الجوانب مزيان، وكذلك في القعر كما كتشوفوا هنا. هذه الطريقه الاولى. او نجيبوا العجينه نطلقوها، نعملوها بين جوج بلاستيكات، او نعملوها غير على طاوله المطبخ. الا خفنا لصقنا نرشوا الطاوله بقليل من الدقيق، ومن بعد نطلقوها. العجينه ما خصهاش تجي لنا رقيقه وما تجيش غليظه. غنزيد ناكد لكم بان القوالب دهنوهم بالزيت او الزبده ورشوهم بالطحين باش ما تلصق لكمش فيهم العجينه، حيت انا ديالي مجرباهم مرات ومرات، ما عمرني كندهنهم والعجينه ما كتلصقليش فيهم. فاذا كنتو ديالكم خوفان العجينه تلصق لكم، الاحسن دهنوهم بالزبده او الزيت ورشوهم بالطحين. هنا بعد ما طلقت العجينه غنعمل ديك القوالب من تحت والعجينه من الفوق كما كتشوفوا هنا. غنلبس العجينه مزيان في القوالب ونثبتها من الجنيبات وكذلك في القعر ديال القالب. غنجيب مطلق ونقطع العجينه الفائده ونزيد نثبت العجينه ديالي مزيان.
بالنسبه للعجينه اللي بقات لنا غنجمعوها ومن بعد نطلقوها ونلبسوا بها القوالب اللي بقاو لنا. بعد ما لبست العجينه في القوالب غنجيب واحد الفرشيطه او الشوكه غنعمل بها تقيبات في العجينه من جميع الجهات باش ما نتفخش ملي ندخلوها الطيب. غنستف القوالب في صينيه وندخلهم الفران اللي يكون سخون على 180 درجه ونخليهم حتى يطيبوا نص طياب، يعني بلا ما يتحمروا. منين يطيب العجينه، ملي طيب العجينه ديالنا نخرجوها من الفران ونخليوها تبرد، من بعد نحيدوها من القوالب غنلويها في بلاستيك غذائي، ومن بعد غنعملهم في بلاستيك خاص بالمجمد وندخلهم للمجمد. نهار اللي يكون غنبغي نطيبهم كنجبدو من قبل على الاقل واحد الساعه، من بعد كنعمروهم بالحشوه حسب الرغبه ديالنا. ويمكن كذلك الا كنا غنطيبوهم في نفس النهار كنعمروا العجينه بالحشوه بلا ما نطيبوها. بالنسبه للحشوات كان سبق نزلت بزاف الحشوه ديال الكيش، ان شاء الله في الايام المقبله نزلكم طرق اخرى. كنتمنى الحلقه اليوم تكون نالت الرضا ديالكم. صدقوني هذه العجينه كتجي رائعه وسهله في التحضير ديالها، وما كاينش الفرق بينها وبين العجينه اللي كنعجنوها بالزبده. كنتمنى الحلقه اليوم تكون نالت الرضا ديالكم. ما تنساوش تعملوا لي اعجاب للفيديو، وكذلك نشروا الوصفات ديالي على الصفحات ديالكم. وباش توصلوا بكل جديد ما عليكم غير تسجيل بالقناه، وكذلك تعملوا تفعيل بالضغط على الجرس. ما بقى لي غير نقول لكم عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه، في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.